السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفة جد رائعة، وهي صلصة الفطر او لاصوص ديال الشامبينيون. المذاق ديالها كيجي جد رائع بديك النكهة ديال الثوم. بالنسبة لهذا الطبق ممكن ترافقوه مع شرائح صدر الدجاج، كيجي المذاق ديالو جد رائع. تخليكم مع مقادير وطريقة التحضير. المقادير نحتاج الى 300 غرام ديال الفطر او الشامبينيون مقطع على هذا الشكل هذا، فانا زولت له الجلده ديالو ونقيته من قبل. نحتاج ايضا الى بصله كبيره الحجم مشلضه، كاس ديال العنبه ديال القشطه الطريه السائله ما يعادل 100 ملل. نحتاج ايضا الى ملعقه كبيره من الزبده باش نقلو فيها البصل ديالنا. نحتاج ايضا الى قليل من الابزار والثوم الطري والملح. في حاله الا ما كانت متواجد معكم قشطه طريه سائله ممكن تعوضوها بهذا الجبن هذا اللي كيكون على شكل مثلثات او على شكل مربعات معروف بكيري. نخلطوه، ناخذ جوج ديال المثلثات نخلطوه مع نص كاس ديال الحليب، تنخلطوه مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمه. في الاخر نزيدوه على لاصوص ديالنا. نشوفوا دابا طريقه التحضير. بسم الله. نبداو كنوضعوا الزبده، نضيفوا عليه البصل، نخليه يتشحر، نزيدو عليه الشامبينيون او الفطر، كنحركو بالنسبه للتوابل ليه ثوم، ملح، ابزار، كنحركو مزيان ونخليهم يتشحروا حتى يطيب لينا ديك الشامبينيون او ديك الفطر. صافي من بعد ما طاب الشامبينيون ولا الفطر ديالنا مع البصل بحال اللي كتشوفوا خليتهم يتشحروا مزيان، كنضيف عليه قشطه طريه سائله. بحال اللي قلت ممكن تعويض القشطه الطريه السائله بمكعبات ديال الجبن كيري او لافاش كيري بحال كنخلطوه مع قليل من الحليب وكنزيدوه على لاصوص ديالنا. صافي بمجرد ما نشوفوا بان الكريمه ديالنا بدات كتخطر شويه، يعني بدات كتغلى، نطفيو على النار. في هذه الاثناء غنزول بعض الرؤوس ديال الشامبينيون او الفطر، نخليهم على جانب حتى الاخر. فقط غير الرؤوس، ما نهزوش ديك البصل، لانني هاد لاصوص ديالي بغيت نطحنها يعني تكون سائله ماشي على هذا الشكل هذا. وهاد الرؤوس اللي كنزول دابا باش غنزين بهم الطبق ديالي في الاخر. مجرد ما نشوفوا بان القشطه الطريه السائله ديالنا بدات كتغلي صافي نطفيو على النار. ودابا غنطحنوه باش نحصلوا على ديك لاصوص. فانا غنطحن الفطر ديالي حتى غنحصل على واحد لاصوص. بالنسبه للاصوص ديالكم الا بغيتو يكون القوام ديالها شويه سائل نوعا ما ممكن تضيفوا قليل من قشطه الطريه السائله وتحكموا في القوام اللي بغيتو، او ممكن تخليوه هيداك بلا طحنوه وتقدموه. كنزيد عليها هاد الرؤوس ديال الشامبينيون ولا الفطر اللي خليت من قبل فقط للتزيين. ممكن ترافقوا الطبق ديالنا بصدر الدجاج، على علم فان لاصوص ديالنا فيها الثوم والثوم يلائم جدا صدر الدجاج. ممكن طحنوا لاصوص ديالكم او تخليوها هيداك بلا طحنوها. المذاق ديالها صراحه كيجي جد رائع واخا ما عطياش للعين. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم، والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم، يعني بحال العاده مزيد من العطاء. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما عليكم غير الاشتراك والضغط على زر الجرس لكي تتواصلوا بجديد وصفاتي. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.